ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. اخويا كان بيجيب بنات عندي في الشقه، وكان بيقابلهم كل ليله عندي. وانا اول ما كنت بسمعهم ما كنتش بقدر خالص امسك نفسي. علشان كده قلت لهم انا معاكم ولازم اقعد واتفرج، علشان خاطر انا بتعب جدا اول ما بسمعكم ولازم ارتاح. لو حابين تعرفوا اكتر عن تفاصيل الحكايه كملوها معايا لحد الاخر. ويا ريت قبل ما نبدأ تنزلوا حالا تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد ننزله. ويلا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا ايه اللي حصل بينها وبين اخوها. صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول انا سمر وعندي 36 سنة، وانا للأسف ما بخلفش، لكن انا على قدر عالي جدا من الجمال. سبق ليا الجواز قبل كده لكن ما كملتش في الجواز، لان طبعا اكتشفت من تاني سنة ان انا ما بخلفش. وعلشان خاطر انا كنت متجوزة في بيت عيلة، حماتي قالت لجوزي اتجوز عليها يا اما اتطلقها. لكن طبعا انا ما قبلتش ان انا افضل على ذمته ويجيب عليا ضرة. علشان كده اتطلقت وطلعنا من بعض بالمعروف. ومن يوم ما اتطلقت وانا عايشة في شقة لوحدي، لان ابويا وامي متوفيين، ماليش غير اخ اصغر مني بسنتين. اخويا دوت الدلوعة، وكمان مفيش عند حد غيره ابدا، وهو متجوز ومخلف وليه بيت واسرة وكمان ليه شقة لوحده. لكن كل ليلة بلاقيه جايب بنت شكله وبيجي يقابلها عندي. هو من نوعية الشباب اللي بيحب يتعرف على البنات على الفيسبوك، وطبعا البنات بتيجي معاه سكة على طول لأن هو شاب زي القمر. ده غير إن هو ملفت جدا للأنظار، وكمان كلامه حلو قوي، بيعرف ازاي يجيب البت الحلوة. وكمان مفيش بنت بتقدر خالص تعصلك قدام منه من كتر عيونه ما هما بيسحروا. هو في البداية ما كانش كده خالص، لكن من ساعة ما أنا اتطلقت وبقيت في شقة لوحدي وهو طبعا اتشجع إن هو يعمل حاجة زي كده. كان بيستكفي بس إن هو يقعد يكلمهم ويعمل معاهم علاقات في التليفون أو عن طريق الشات. لكن طبعا لما جيت اتطلقت وقعدت في شقة لوحدي، كان بيجيني وبيقعد معايا، وأوقات كمان لما بيكون متخانق مع مراته كان بيجي وبيبات عندي. وواحدة واحدة طبعا بدأت إن أنا أفتح معاه الكلام. كان بيجي عن طريق الصدفة وطريق الدردشة، لحد ما عرفت عنه كل حاجة. ولقيته بيقول لي الموضوع دوت بالنسبة لي زي الإدمان، مش قادر خالص أبعد بعيد عن التليفون ولا الفيسبوك، ولا بطل شقط بنات من عليه. وبصراحة البنات هي اللي عايزة كده، كل واحدة ببعت لها طلب صداقة بتقبل على طول، وكل ما بدخل لأي واحدة وبكلمها خاص بلاقيها متجاوبة معايا وبتيجي معايا السكة فورا. وأول مرة لقيته بيقولي أنا بصراحة في بنت معجب بيها جدا، وهي كانت متجوزة قبل كده وكمان متطلقة زي حالاتك، وأنا بصراحة معجب بيها وعايز أجي وأقابلها عندك هنا في الشقة. دوت أكتر مكان يكون أمين بالنسبة لي. وعشان خاطري يا أختي يا حبيبتي اوعيكي ترفضيلي طلب زي دوت، ده أنا أول مرة أطلب منك طلب زي ده. أنا علشان خاطر مش عايزاه يزعل مني وافقت وقلتله ماشي تمام، بس أنا مش هنزل من الشقة، أنا هفضل قاعدة معاكوا برضه. لقيته بيقولي تمام ماشي، اللي انت عايزاه هعمليه. وفعلا بعدها بيومين 3 لقيته جايب البنت وجاي، وهي بنت بصراحة زي القمر، بنت من بنات اليومين دول اللي بيلبسوا لبس ضيق وكمان بناطيل جينز، وكمان كانت مسيبة شعرها قوي. بصراحة أنا لو راجل أو شاب كنت ما قدرتش خالص إن أنا أبعد بعيد عنها أو حتى أعتقها من تحت إيدي، من كتر ما كانت البنت جميلة جدا وكل حتة فيها كانت جذابة. وكانت البنت ديت كانت بتيجي معاه كل يوم أو تقريبا كده كل يوم ويوم. هي اتحبته واتعلقت بيه وهو ما كانش معرفة خالص إن هو متجوز ومخلف، يعني بمعنى أصح كان معشمها بالجواز. علشان كده كانت بتيجي معاه البيت. وطبعا علشان خاطر هي مش بنت وكان سابق لها الجواز قبل كده، كانوا بيدخلوا عند الأوضة بتاعت النوم وبيعملوا علاقة كاملة مع بعض. كنت بكون عارفة إن هما مع بعض في علاقة وكنت بكون قاعدة برا. وبصراحة مش هكدب عليكم، أنا كنت بتعب جدا وكنت بكون حاسة إن جوايا بركان مليان من اللهيب والنار أول ما كان بياخدها من إيدها كده وبيدخلوا الأوضة، خاصة بعد ما كانوا بيخلصوا وبيطلعوا. واجي أدخل أنام في سريري وفرشتي، كنت بشم ريحتهم في الفرش. ما كنتش بقدر خالص أمسك نفسي، كنت بقعد أفكر في الموضوع دوت ليل ونهار. ومرة على مرة وبعد تكرار الموضوع أخويا خد على الموضوع دوت، وبقى كل يوم والتاني يجيب لي بنت شكل، بدل ما كان مستقر على واحدة بس، البنت الحلوة اللي بقولك عليها ديت. لما عرفت عن طريق الصدفة إن هو متجوز ومخلف، طبعا راحت اتجوزت واحد تاني،
وعرفت إن هو بيلعب بيها، وإن هو بمعنى أصح كده مش بتاع جواز. لكن هو يسكت؟ لأ طبعا ما يسكتش. كان بيجيب برضو كل بنت كان بيعرفها من عن طريق الفيسبوك، كان بيجيبها وعلى طول يجي ويقعد عندي، وكنت بقعد أسمع كلامهم وأهاتهم وصرخهم. أخويا ما كانش بيراعي خالص إن هو عندي في شقتي، وإن أنا واحدة مطلقة، يعني مجرد ما أسمع حاجة زي كده أكيد هتعب وهكون عايزة الموضوع ده. ما كانش بيعمل حساب خالص. فكرت كتير إن أنا أقعد وأفتحه في الموضوع وأقول له حرام عليك، أنا بني آدمة بحس برضه، يعني بني آدمة لحم ودم، عندي إحساس وعندي دم. كنت بحاول ألمح له من بعيد لبعيد، لكن هو كان بيعمل نفسه مش واخد باله، علشان خاطر هو دوت الطريق الوحيد ليه أو المكان الآمن ليه إن هو يقابل فيه البنات والستات دول. وفي مرة لقيته جاي بواحدة كان شكلها شمال الشمال، كانت بتتكلم بجراءة جامدة جدا، وكانت كل ألفاظها صعبة جدا، كانت بتتكلم كل حاجة مباحة عندها، لدرجة إن واحنا لسه قاعدين بنتعرف على بعض كانت قاعدة على رجله، وكانت مدلوقة عليه دلقة صعب قوي. وأول ما هي اللي خدته وودته على الأوضة على طول بدأت أسمع كلام كتير جدا كان مغري. كنت حاسة إن أنا خلاص مبقتش قادرة أستحمل أكتر من كده. خبطت عليهم باب الأوضة، وطبعا أخويا طلع وفتحلي، وكان باللبس الداخلي. قلتله بصراحة بقى أنا مبقتش قادرة أداري ولا أستحمل أكتر من كده، أنا تعبت من عمايلك ومبقتش قادرة أكتر من كده أستحمل حاجة زي دي. ده أنا لو بتفرج على أفلام ثقافية كان هيكون أرحملي من اللي أنا بسمعه ده. خلاص مبقتش قادرة. لقيته بيرد عليا وبيقولي والله لو عايزة تيجي وتقعدي وتتفرجي علينا من بعيد لبعيد كأنه بس مباشر قدام منك، أنا مفيش عندي مانع خالص. أهم حاجة تكوني أنت مرضية، وفي نفس الوقت ما تزعليش مني في أي حاجة، لأن أنا ما أقدرش على زعلك أبدا. رديت عليه وقلت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت أكيد مش فايق، وعشان أنت في وضع خالص مش هينفع خالص أحاسبك على الكلام دوت، مش هينفع أتكلم معاك الوقت. واستنيته لحد ما خلص، والبنت اللي كانت معاه نزلت وروحت، وقعدت وعاتبته على كلامه. لقيته بيقولي أنا بصراحة ما كنتش عارف أنا بقول إيه، وكويس خالص إن أنت ما سمعتيش كلامي، وأنا آسف فعلا لأن بجد ما قدرتش إن أنت بني آدمة ممكن موضوع زي دوت يحرك حاجة جواكي، وإن أنت بني آدمة لحم ودم زينا بتحسي وعندك مشاعر وكمان أحاسيس. ومن يوميها فعلا وهو بطل يجيب البنات دول. حتى أنا قلتله اللي أنت بتعمله دوت حرام، أنت عندك بنات وكمان ولاد، اتقي ربنا فيهم وكمان في مراتك، لأن موضوع زي دوت أكيد هيأثر عليك بعدين، واللي بيعمل حاجة أكيد بتتردله بعدين. ومن يوميها وهو فعلا ملتزم، هو مبقاش خالص يكلم البنات على الفيسبوك ولا حتى يجيبهم، خف الموضوع نهائي. وفي نفس الوقت علاقتي أنا وهو حلوة جدا مع بعضينا، أنا وهو بنود بعض وتقريبا كده هو كل يوم عندي، لكن مش زي الأول. كان كل ما كان بيجيني ما كانش بيجيني بإيده فاضية، لازم كان بيكون معاه واحدة في إيده. لكن الوقت بيجي عادي هو ومراته وعياله، أنا كمان بروح لهم وببات عندهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية اللي معانا. ولو عجبتكم حكايتنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلوك كل جديد ننزله، واستنوني في قصة وحكاية جديدة. مع السلامة.